يا دكتور ابني سخن وهو عنده روماتويد، هو تعبان، اعمل ايه؟ يا دكتور انا سخنت وعندي اعراض انفلونزا، اعمل ايه؟ النهارده هنتكلم على السخونيه في مرضى الروماتيزم. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. السخونيه لها اسباب عديده، هنقولهم بسرعه. 1. نشاط المرض. ايوه، نشاط المرض نفسه يعمل سخونيه، بس غالبا بتبقى 38 37 ونص. 2. اي عدوى بكتيريه او فيروسيه، ودي بقى بتبقى درجه الحراره عاليه، بتبقى 39 او 40. 3. ان يكون في مرض تاني من امراض الالتهابيه الذاتيه اللي بتيجي على هيئه فترات، مشهور قوي مثلا حمى البحر الابيض المتوسط، تيجي حراره توصل 39 40، تقعد 3 4 ايام بس مع شويه وجع في البطن. 4. ضربات الشمس، وانا بقولها لان احنا داخلين على فصل الصيف وكتير قوي بيبقى فيه ضربه شمس ودرجه الحراره عاليه بسيط ودوخه جامده جدا والمريض مش واخد باله. 5. بعض الادويه بتدي احساس بالسخونيه بس نقيس بالترمومتر ما نلاقيش نفسنا سخنين، بالذات الكورتيزون. طب اعمل ايه لما ابقى سخن؟ اول حاجه انزل السخونيه باي طريقه. كمادات طبعا، ان انا اقعد في بانيو في ميه ساقعه ممكن جدا، العيل ياخد دش ممكن جدا، كمادات بارده على الوجه ممكن جدا، واخد باراسيتامول، اي نوع من الباراسيتامول مش هيضر ايا كان سبب العدوى. 2. اتواصل مع الدكتور المعالج فورا واديله المعلومات الاتيه. 1. اعمل له خريطه حراره، يعني اقيس الحراره 3 مرات في اليوم، الصبح والعصر وبالليل قبل النوم، عشان يبقى عنده خريطة حرارة. 2. اقول له الاعراض اللي عندي اسهال، عندي كحة، عندي نزلة برد، عندي وجع في بطني، عندي طفح جلدي. 3. ان لازم كمان اقول له الحرارة بتنخفض مع مضادات الحرارة ولا لا زي الباراسيتامول. الدكتور طبعا هيطلب منك تتوجه لأقرب دكتور باطني علشان يكشف عليك ويستبعد أي عدوى، ممكن بالكشف فقط ويبدأ أدوية، أو ممكن كمان يطلب شوية تحاليل أو أشعات سونار على البطن وأشعة على الصدر أو التحليل للبول عشان يتأكد إن مفيش التهابات في مجرى البول. وبعدين نعمل إيه بقى في الأدوية؟ لو تأكدنا إن في عدوى، أول حاجة نعملها نوقف الدواء المثبط للمناعة، بالذات الميثوتريكسيت اللي بناخده كل خميس زي ما انتم عارفين، او نتواصل مع الدكتور المعالج لو احنا بناخد اي دواء من ادويه تنظيم المناعه. 2. جرعه الكورتيزون ما جيش ناحيتها، لان ساعات احيانا حتى في وجود العدوى ممكن نرفع الكورتيزون. 3. ما اخدش مسكنات، اخد خافض الحراره بس زي الباراسيتامول. 4. بعد ما اتواصل مع الدكتور بتاعي على طول لازم اقلل حركتي على قد ما اقدر، وراحه في السرير دي مهمه جدا. طب امتى ارجع الادويه؟ اول ما المضاد الحيوي، لو انا باخد مضاد حيوي او مضاد فطريات او مضاد فيروس او الحراره تنزل لطبيعتها بيوم او 2، ارجع الادويه بتاعتي عادي. ده كان بريف صغير كده على اي طفل عنده مرض روماتيزمي او اي ادلت او كبير عنده مرض روماتيزمي ازاي يتعامل مع الحراره بسرعه، لكن طبعا لازم نرجع للدكتور المعالج ولازم نروح لدكتور باطني عشان نعرف سبب الحراره. ودمتم سالمين.